السلام عليكم الخوت، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم سعيد مشيمش، اخصائي نفسي ومعالج نفسي. واليوم بغيت نهضر معكم على هاد الجريمه البشعه اللي وقعت في بن حمد، واللي خلقات واحد الجدل كبير وواحد التفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن اللي لفت انتباهي شخصيا بزاف هو هاد الاحساس بعدم الامان اللي عبروا عليه بزاف الناس. وبصراحه هذه ماشي اول مره انا كنسمع هذه القضيه ديال انه راه ما بقاش الامان وما بقى لا امن لا والو في المغرب، وبزاف الهضره اللي كتبقى كتقال بحال هكا ماشي اول مره كنسمعها شخصيا. فوقاش ما كان شي جريمه من هذا النوع، او فوقاش ما كان شي جريمه اللي تزوم عليها في مواقع التواصل الاجتماعي، اللي تم تداولها بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي. فوقاش ما وقعت هذه القضيه كيولي يتقال راه ما بقاش عندنا الامان، راه ما بقى لا امن لا والو، الانسان ولا يخاف على راسو ولا يخاف يخرج بوحدو. ومع الاسف هذه النوعيه ديال الافكار الى الانسان ركز عليها بزاف وطورها بزاف في دماغه يقدر تسبب ليه في مرض نفسي ديال القلق او شيء من هذا القبيل. داكشي علاش الانسان خصو ينتبه فاش كيتعامل مع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي. راه ماشي حيت كاينه واحد الجريمه وقعت في واحد البلاصه راه هادشي كيعني ان المغرب كله فيه الجرائم، او لا هاد النوع الجرائم راه كنعيشوه كل نهار. لا، الاحصائيات كتقول بان ما عندناش هاد الجرائم باستمرار، ما عندناش بكثره. اللي كاين هو ان عندنا مستوى الجريمه متحكم فيه عموما، بان ما واصلينش حنا للدرجه ديال اننا بحال دول معينه. مثلا حنا الا تقارنا ببعض الدول راه حنا ما كنبانوش قدامهم. وهي الدول اللي فيها مستوى الجريمه مرتفع، اللي فيها العصابات المنظمه، اللي فيها واللي احيانا يمكن يكون عندنا انطباع انها اكثر امانا منا. بينما حنا راه عموما لحد الساعه الجريمه في المغرب باقا جرائم فرديه كيديروها ناس في اطار فردي، كيكون عندها بعض الدوافع، احيانا المرضيه، احيانا اللي ماشي مرضيه، احيانا كل مره شنو الدافع. ولكن الاساسي باقي هذا الشيء متحكم فيه، بمعنى باقي ما عندناش ديك الجريمه، داك المستوى ديال الجريمه اللي نقدروا نقولوا عليه في واحد المستويات اللي عاليه، او لا ارقام عاليه. مازال ما عندناش هذا الشيء. ولكن شنو اللي كيخلي الانسان فعلا ورا كل حدث كيحس بهذا الاحساس ديال عدم الامان؟ اللي كيخلي هذا الاحساس هو ان مواقع التواصل الاجتماعي والتفاعل الكثير اللي كيكون مع واحد القضيه معينه كيعطينا انطباع ان هذيك القضيه راها ديما كتوقع. علاش؟ لان مثلا فاش غنشدوا مثلا قضيه بن حمد، راه مثلا هذه الجريمه ديال بن حمد راه ممكن تكون، يعني احنا الا جينا تاملنا غير شويه نلقاو ان حتى في الماضي راه كانوا بحال هاد الجرائم. ولكن شنو اللي كان كيوقع؟ هاد الشيء كان كيبقى في واحد الحدود معينه، وما كانش كيتم التداول ديالو على المستوى الاجتماعي بالشكل اللي كيتم التداول ديالو دابا. معنى شحال هذا مثلا فاش كانت كتكون جريمه، كان اللي كيشري الجرائد راه كيقرا عليها. مثلا اللي كيشري واحد الجرائد راه كيقرا على ديك الجريمه، اولا اللي كيتصنت الراديو اولا. ولكن ما كانش كيتم التداول ديال هذا الشيء بهذه الطريقه اللي كيتم التداول بها. وسائل التواصل الاجتماعي كتعطيك امكانيه تداول واحد الجريمه بواحد الشكل سريع، وكيولي التفاعل معها كثير، وكيولي هنا عندي واحد الانطباع ان هذه الجريمه راه ديما كتوقع. لان مثلا اليوم نقدر نشوف واحد الجريمه معينه، من وراء واحد الاسبوع ولا اسبوعين تقدر تبان جريمه اخرى. ولكن هذا الشيء راه سي لا ميم بروبورسيون اللي كانت حتى شحال هذا، راه ما كاينش لا ديفيرونس. غير اللي كاين هو ان مواقع التواصل الاجتماعي اليوم ولات كتعطينا امكانيه ديال اننا نوصلوا للمعلومه بسرعه، ونوصلوا لاي معلومه. انا راه حتى في شي زون جيوغرافيك اللي بعيده كاع، اللي شحال هذا ما كناش كاع كنسمعوا بها، دابا كنسمعوا بها. ولكن هذا الشيء لا يعني، وهذا كيعطيني هذا المشكل ديال هذا، انه كيعطيني واحد الانطباع ديال انني راني في خطر، راني في خطر دائم. علاش؟ لانني كل مره كنبقى نشوف حدث من هذا النوع كنحس بانني راني في خطر، وبان البلاد راه ما فيها امان، وهذا الشيء كله. مع ان هادشي ماشي صحيح، ماشي صحيح. وال... والانسان يستحسن انه ما يفكرش وهو وسط الجماعه، لان يعني التفكير مع الاسف وسط الجماعه هو كيكون مطبوع بالعاطفه، بالانفعال. وهذه دائما الحوايج اللي كتاثر. لان في وسائل التواصل الاجتماعي اللي كيوقع هو ان هنا كتشتغل سيكولوجيه الجماهير. معنى الجماعه تؤثر على الفرد،
والفرد ما كيبقاش يفكر بعقله، وانما كيفكر بالعاطفه ديالو. والتفكير بالعاطفه ديما كيخليني يطغى عليا الخوف، يطغى عليا الاحساس بعدم الامان، يطغى عليا الاحساس بان الامور راه خارجه على السيطره. مع انه الا رجعت وخرجت من ديك الجماعه وفكرت بشكل موضوعي، غنلقى بان هاد الاحداث هي بالنهايه مازال متحكم فيها وما وصلتش لدرجه انها تولي قاعده. معنا في المغرب راه ماشي الجريمه هي القاعده والامن هو الاستثناء، لا، لحد الساعه مازال ما وصلناش لهاد الحاله.